قال: من أسباب صلاح الأولاد ما ذكر أبو سفيان الحميري قال: تكلم عبد الله بن الزبير، والزبير يسمع، أي يسمع ولده، فقال له: أي بني، ما زلت تتكلم بكلام أبي بكر رضي الله عنه، يعني كأنك تتكلم بكلام أبي بكر كأنه موجود، حتى ظننت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قائم، فانظر إلى من تزوج، فإن المرأة من أخيها أو من أبيها. وفي لفظ قال: والله لكأني سمعت كلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فمن أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها، فإنها تأتيه بأحدهما. انتهى المراد. الأثر رواه ابن أبي الدنيا في الأشراف، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وهو في منتقى الفوائد للشيخ الفاضل فيصل الحاشدي حفظه الله تعالى.